ونجيب الشوز بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، ونبدأ اننا ندخل الفرش بتاعنا جوه الشوز. هتلاحظوا هنا في مسافة حوالي سنتي فراغ من كل جنب. طبعا احنا مش بنشتغل اي زيادة تاني، احنا بنسيب الفراغ دون وبنبدأ اننا نشتغل. وانت شغالة الشغل بيشد زي ما انا شغالة كده، الصندل ده بيشد معاكي بالشكل ده. جزء المنتصف هنا مع المنتصف، الجزء الجانبي من هنا الغرزة اللي بعدها من الفرش، وهناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه ونطلع بغرزة منزلقة، وهندخل في الفراغ اللي بعده ندخل فيه، نيجي في الغرزة اللي بعديها بالشكل ده من الفرش، وهناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه وهنطلع بيه غرزة منزلقة. هندخل في الفراغ اللي بعده هنا اهو بالشكل ده، وهنيجي في الغرزة اللي عليها الدور اهي من الفرش، وهناخد الخيط بتاعنا نسحبه ونطلع بيه بالشكل ده، وهنشتغل غرزة منزلقة. وهتدخلي في الفراغ اللي بعده، خشي في الفراغ اللي بعده وابدأي خشي في الغرزة اللي بعديها وخدي غرزة منزلقة بالشكل ده. خشي في الفراغ اللي بعده الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده، خدي الخيط اسحبيه اطلعي بيه في 2 على الإبرة، اطلعي بغرزة منزلقة. بندخل في الفراغ اللي بعده وبنيجي على الغرزة اللي بعدها وبناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه بالشكل ده، وبنطلع بيه غرزة منزلقة طبعا. وهنشتغل بنفس الطريقة كده لحد ما نلف الشوز بتاعتنا كلها. شد معايا، هنبدأ نخش في الغرزة اللي بعديها في الفراغ اللي بعده اهو زي ما انتوا شايفين كده. انت تشتغلي غرزة منزلقة وتيجي في الفراغ اللي بعده بالشكل ده والغرزة اللي بعديها هنا من الفرش، وتبدأ ان انت تاخدي غرزة منزلقة بالشكل ده. نبدأ نقص الخيط ونبدأ اننا نزين الصندل بتاعنا.